يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. معكم الشيف نادو من نادو كيتشن. شو رأيكم بالمنظر الحلو هيدا؟ عنا هون الفطاير بالجبنة. تمام، هالبياض كله اللي شايفينه هيدا كله جبنة، وزي ما عودتكم طريقتها ولا أسهل ولا أطيب من هيك. خليكم معي هلأ لنشوف طريقة التحضير. تابعوني خطوة بخطوة. بدي أعمل طريقة العجينة معكم. تمام، ومكوناتها كتير بسيطة. أنا عندي كوبين من الطحين أو الدقيق. تمام، شو حعمل هلا؟ حانزل دغري مباشرة على الطحين بشوية من الملح بقلب الطحين، وانزل كمان بالباكن باودر حوالي معلقة كمان عليهم. اوكي، بس هيك نخفقهم شوي هيك منيح، نخلطهم مع بعضهم بس. تمام، هلا شو عندي انا هون؟ خلي الطحين شوي على جنب. عندي كوب من المي، رح انزل عليه بس مي مفتره بمعلقه من الخميره. اوكي، رح انزل عليه بمعلقه من السكر، سوري، او معلقه ونص من السكر، وبحركهم حتى تتفاعل شوي معنا الخميره. تمام، هيدي هي كل القصه. بتركهم بس شي 10 دقايق وبرجع لكم. وهلا بعد ما خمرنا الخميره، انا عندي هون حوالي 3 ملاعق من زيت المازولا حانزل فوق الطحين. تمام، او الدقيق. وعندي هلا المي زي ما شايفين، حانزل بنص الكميه حاليا وبلش حرك. العجينه هي الحلو فيها صدقوني، حتى المبتدئين ما بدها اي شيء ولا عجن، كلها بالمعلقه. اليوم بنحرك بالمعلقه. تمام، وبكفي كميه المي زي ما شايفين، وبنحرك كتير كتير منيح، لانه انا قوامها بدي اياه يعني مش عجين، سائل شوي عن العجين. تمام، بندلنا منحرك، ببين معكم منحرك هيك بالمعلقه بدون عجن ايد ابدا. اوكي، زي ما شايفين هالطريقه. ما تتخيلوا بهالطريقه بدها بتطلع اسم الله تاخد العقل، وسهل كتير على المبتدئين. شفتوا كيف؟ هذا القوام اللي انا بدي اياه، يعني مش عجين متماسك ابدا، قصتكم كلها بالايد، كلها بالمعلقه. شفتوا كيف قوامها؟ مثل عجين ايام زمان هيك بيبقى في مطه. وخلص تخلص هلا بهالوقت، وخليها تختمر حوالي نص ساعه بس، وبغطيهم وبرجع لكم. اوكي اوكي، وهيك هلا غطيناها مثل ما انكم شايفين بفوطة المطبخ. تمام، وهلا بدنا نشيل الغطا عن العجينه ونطلع العجينه كيف مرفخه. كل القصه بدي اياهم شوي ايدي زيت للملمها. انا بدي اياها طريه، بدي اياها هيك طريه مثل ما انكم شايفينها، ابدا ما بدي اياها انه تكون جميده ابدا، هيك طريه مثل ما انكم شايفين. هلا بلش لملم فيها. تمام، وشو بعمل هلا؟ بعد ما لملمت فيها شو حاعمل؟ حانزل برشه طحين هون. تمام، على المجلة. بالخام ما في احلى منه وقت بنخرج فيه العجين. شفتوا العجينه قد هي مالسه؟ شفتوها كيف؟ وانا رشيت هون طحين زي ما شايفين، بس حبيت شيلها قدامكم. انا هيك بدي هالقوام هيدا. تمام، طلعوا كيف اسم الله. شو بعمل هلا؟ بدي انزل كمان هون برشه طحين عشان ما تلزق معنا، وبنزل فيها واقسمها لقسمين. تمام، بدي اقسمها انا لقسمين بس، بالسكين او بالقطاعه اللي بتكوني. اهم شيء بنقسم معنا لقسمين. تمام، بيم اول قسم هيدا. شوفوا اسم الله ما احلى العجينه الطريه، شايفين اسم الله؟ ما تخيلوا قوامها
قديه هو عن جد بتحسوا هيك منعش. والله جد اللي بيستعمل العجين، يعني دايما كنت اقول من زمان وقت تكون واحد نفسيته تعبانه يعجن بس عجين، فيها متعه ما تتخيلوا قديه. وهي القسم الثاني. تمام، شفتوا كيف هلا هون حطيناهم هيك جنب بعضهم. تمام، وهلا خليكم معي. عم رش لها شويه طحين، بدي احاول بس مدها شوي مستطيله بس، يعني مش اكثر. تمام، بالشوبك شوي بمدها مستطيله هيك بس. تمام، هيك مش اكثر، بس بدي خليها تصير مستطيله. انا بحاول قدامكم، يعني بتعذبني شوي الكاميرا، بس كرمالكم نتعذب عذابكم راحه. هلا شو بعمل؟ شايفين هالصينيه هي البايركس انا دهنتها زبده. تمام، وهلا هيك بنمد العجينه الثانيه بالصينيه، سوري الاولى اول طبقه بالصينيه، وبظبطها هيك بايدي كتير منيح. شوفوا يعني هالطريقه للمبتدئين زي ما قلنا ما في اي نوع من الغلبه ولا انه الواحد ما يعرف يعملها، لا اي حدا بيقدر يعملها. تمام، والله وعم حاول قد ما فيني اوصل للمبتدئين الشغل السريع والخفيف واللي حيحبوه ان شاء الله مع الايام، ويصيروا كمان اشطر مننا كلياتنا. تمام، هيك بهالطريقه بمدها. وهلا شو بعمل؟ بنزل بالجبنه دغري. بالنسبه للجبنه اي نوع من الجبن انتم بدكم اياه فيكم تحطوه. انا استعملت هون الشيدر وخلطتهم شوي بالتركي. تمام، هيك بتتلوها قد ما فيكم. وبرجع شو بعمل؟ طبقة تاني انا عندي ذرة، حبيت هالمرة حط الذرة. تمام، المعلبة يعني بصفيها وبلش هيك حطها، لازم تتصفى كتير منيح. تمام، وبحط شوية جبنة من فوق لأمنع كمان الرطوبة عشان وقت بدي أحط الطبقة التانية. تمام، لأنه الذرة مثل ما قلنا ممكن تكون رطبة شوي. أوكي، وهلا زي ما شايفين عم رق العجينة مستطيلة. تمام، عم بدها قد ما فيني، مش ضروري كتير صدقوني، يعني أنا مديتها لأنه عندي خبرة فيها، بس عم بحكي للمبتدئين بترقوها شوي وعشان نحطها فوق الصينية بالضبط. هلا في منهم ما حيقدروا يرقوها بهالطريقة هيدي لأن حتكون شوي رقيقة، لو شوي مستطيل وبتمد معكم بكل سهولة. تمام، هلا شو بعمل؟ نتفة زيت، العجين تمشي معنا بالزيت، منسكر اطرافها هيك لجوا زي منكم شايفيني عم بعمل. تمام، لجوا منسكر هيك اطراف، بس في اسهل من هيك. وهلا بعد ما ضبضبنا العجينه ولميناها لجوا بدي انشكلها باي طريقه. شوفوا هالتشكيله، شويه زيت بايدينا وبدي اعملها زي الكفر تقريبا. شفتوا كيف عم بنزل فيها؟ يعني بنزل باصابعي لتحت وبخليش 2 سم طالع على الصينيه. تمام، يعني بيطلع معنا زي الكفر، تحديد للصينيه. اوكي، هلا انتم بتشكلوا مثل ما بدكم، بس انا حبيت هالطريقه. وهلا بدي بلش حدد كمان بالجبنه، وزي ما شايفين بعد ما خلصنا تحديد الجناب حددت هلا هالمره بالجبنه المازوريلا. تمام، مره انا عملت لكم طريقه عجينه بتحديد الجبنه بس كانت جبنه شيدر اللي ما بتدوب. هالمره قاصده انا الجبنه هي اللي بتدوب. تمام، ما تتخيلوا هلا المنظر بس نخلصها وتطلع من الفرن الجبنه الدايبه منظر ولا اروع. تمام، وهلا خلصناها وانا قربت لكم الكاميرا شوي لارجيكم كيف حددت الداير. عملت له كفر طلوع والجبنه زي ما قلنا هيك حددناها. بس هديك المره انا فاكره حطيت دهنت بيض على الوجه قبل ما ادخلها الفرن. هالمره بدي غير لانه هالمره حدهنها بس تطلع من الفرن بالزبده. لما تطلع من الفرن هي وساخنه بكون عندي زبده دايبه وبلش بدهن فيها. ما تتخيلوا ساعتها قد ايه الطعم. خليكم معي لنخلص برجع لكم. شوفوا انا شو عملت الخطوه الاخيره. هلا الواحد هو عم يشتغل بيطلع معه. حطيت الداير سمسم، شفتوا اللي من فوق طلعتهم لفوق، ومن جوا حطيت حبه البركه. تمام، شفتوا المنظر كيف؟ يلا، وهيك هلا خلصت وصفتنا. قعدت نص ساعه بالفرن، وزي ما قلت لكم حندهنها بالزبده
شفتوا اسم الله هالمنظر جد، شو رأيكم فيه؟ وهيك عم بدهن بالزبدة الليور باك، وفيكم تظهروا أي زبدة هيك طيبة تمام الوجه، والجبنة اسم الله يعني مبينة مثل القشطة مثل الحليب. حبلش هلا قطعة معكم تمام لأرجيكم المنظر. شوفوا اسم الله المنظر ما أحلى. هلا بدنا بس نجيب قطعة. شفتوا قد حلوة؟ وبتمنى بتمنى بتمنى من كل قلبي وصفتي تنال اعجابكم، وبتمنى من كل قلبي تجربوها، واذا حبيتوها شاركوني اعجاباتكم وتعليقاتكم. ومع تحيات الشيف نادو.